دي ألذ وأسرع أكلة باحضّرها دايمًا لمّا باكون متأخّرة على الغدا أو لو عندي عزومة مفاجأة. استخدمت 3 بصلات متوسطين وابتديت إن أنا أقطّعهم شرايح أو جوليان أو جوانح بالشكل ده. بعد كده ضِفت عليهم معلقتين من السُماق ومعلقة من الملح والفلفل، وابتديت إن أنا أقلّبهم مع بعض كويس جدًا لغاية ما كل الأطعمة والروائح اللي في البصل والبهارات تبتدي إن هي تظهر كويس جدًا. بعد كده هابتدي إن أنا أضيف عليها بقية البهارات، وتقدروا تستخدموا الميكس ده لوحده تحت أي مشويات، بتكون سلطة طعمها رهيب جدًا مع المشويات. وباقي البهارات اللي استخدمتها كانت معلقة من البابريكا المدخنة، طبعًا لو متاح بابريكا مدخنة بيكون أفضل، لكن لو مش متاح تقدروا تستخدموا بابريكا عادية. وضفت عليها 3 طماطميات و2 من الفلفل الحار والبارد، وابتديت بعد كده إن أنا أقلبهم، وضفت معاهم كمان نُص معلقة من بهارات الفراخ ونُص معلقة من الكزبرة الجافة، وضفت معاهم معلقتين من الخل، وكنت المفروض إن أنا أضيف معاهم عصير ليمون، لكن أنا الحقيقة إن أنا نسيت. وبعد كده ضفت معاهم كمان ربع كوباية من الزيت، وبعد كده باقلب الميكس ده كويس جدًا مع بعضه لغاية ما الروايح كلها تبتدي إن هي تظهر، وابتدي إن أنا أشم ريحة البهارات والخضار اللي أنا ضايفاه كله. بعد كده ابتديت إن أنا أجيب